بالصين بسموه الربيع الثاني، وبفرنسا هو العمر الثالث، وباليابان بيقولوا أهلا وسهلا بسنوات التجدد. ولكن عنا لسه الاسم بدل على التشاؤم، وهذا الاختلاف بالاسم مو شكليات. الدراسات بتقول إنه النساء اللي بيكون عندهم موقف توقع إيجابي مسبق لهي المرحلة بيسجلوا أعراض جسدية ونفسية أقل من غيرهم، ببساطة لأنه توقعاتك بترسم واقعك، والجسد بيصدق الاسم يلي بتعطيه. صحيح إنه التغيرات الهرمونية اللي بتصير بتكون مزعجة، ولكن هي مجرد مرحلة هرمونية طبيعية، مو شهادة وفاة مبكرة ولا إعلان تقاعد عن الحياة. السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أكمل نساء العالمين بلشت رحلتها العظيمة بعد ال40. الزواج، الإنجاب، وحملها من الدعوة والرسالة كله صار وهي بقمة نضجها مو بصباها. حوالينا نساء كتار بهالمرحلة خلقوا من جديد ورجعوا لشغفهم وأحلامهم. وحدة حفظت القرآن، وحدة رجعت على جامعتها وطموحها، ووحدة أسست مشروع تجاري أو خير جديد. هذا العمر مو عمر الاستسلام أبداً، هو موسم الفخر والراحة وحصاد التعب يلي زرعتيه طول هالسنين. أبناء وبنات ناجحين، أحفاد مرضيين، بيت دافي. لهيك شيلي الاسم البشع من عقلك، استمتعي بحصادك، كملي طموحك وافخري بسنينك، لأنه الذهب كل ما عتق بيغلى وبتزيد قيمته.